ما اتفرجتش على الجزء اللي فات من حكايه يويا فروح شوفه الاول، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف واقول تعليق مثبت، ويلا بينا نكمل باقي الحكايه. وتاني يوم بقى يويا بيدخل على العالم التاني وبيبدا يكتشف في مهارات اكتر، بيلاقي سحر عن بوابه مكانيه وبيتعلمه، وفي ثانيه البوابه ديت بتنقله جوه الغابه، بتخليه يعرف يروح اي حته في ثواني. ده ايه العظمه دي؟ بعدها نايتو ويويا بيدخلوا جوه كهف كده وبيحاولوا يستكشفوه، بيقابلهم 2 من الوحوش بيهجموا عليهم، بس الواد ونايتو بيخلصوا عليهم في ثواني، اخدوا منهم الجوائز بعد ما قتلوهم، وبعدين خرجوا من هنا. يويا بقى كان خلاص مروح وقال كفايه كده النهارده، بس الكلب قال له لا، اخده على مكان تاني، قال له اخفي وجودك. يويا سمع كلامه، بدا يبص كده علشان يفهم او يعرف ايه اللي بيحصل، بيلاقي بنت مجروحه محاطه بوحوش كتيره جدا، شكلهم خلاص هيقتلوها. يويا كان رايح عليها علشان يلحقها، بس الكلب شده من هدومه مش عاوزه يستعجل، وفعلا البنت وقتها بتستخدم قوتها وبتضرب واحد من الغيلان ديت وبتقطع له دراعه. هي ايه الخيوط اللي بتستخدمها دي؟ شويه من الغيلان هجموا عليها تاني والبنت صدت هجومهم برضه، بس اعدادهم كانت كبيره جدا. البنت اترمت في الشجره دي خلاص هتموت. الوحوش هي كمان اتجمعت وهجمت عليها علشان تاكلها. تفتكر انه هيسيب حاجه تحصل لها يا صديقي؟ لا والله، الواد بينط عليهم وبيخلص عليهم في ثواني، اللي بيقابله بيحصل اللي قبله، ونايتو كان في ظهره بيخلص على الباقي. وحوش ثانيه بتعرف مكانهم وبتحاصرهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه انت بقى يا صديقي. لا والله، يويا بيكسر عظمهم وبيخلص على الوحوش في ثواني. بياخد بعدها البنت من المكان ده وبيرجع على بيته علشان يعالجها. البنت فاقت في نص الطريق كده واترعبت منه لما لقيته شايلها، وقعت على الارض. يويا راح لها وقال لها ما تقلقيش، انا مش عدوك، خدي بس العلاج ده وانت هتبقي تمام. البنت مش واثقه فيه وقلقانه من العلاج بتاعه، بس بعد ما اطمنت وعرفت ان هو اللي لحقها قالت مش مشكله وجربته. جروحها خفت فعلا والبنت اتصدمت. ده ايه العلاج الجامد ده؟ انت مين يا ابني وازاي عرفت تعمله؟ يويا بيعرفها بنفسه وبيقول لها انا مغامر وكنت في وسط تدريب هنا. البنت هي كمان عرفته بنفسها واسمها لونا. يويا بيسالها بيقول لها انت كنت بتعملي ايه في المكان الخطير ده؟ اكيد مش بتتدربي يعني. لونا مش عاوزه تقول له على اللي هي كانت بتعمله، بتتوه عليه في الكلام. الكلب ما كانش مرتاح لها وعاوز يسيبها ويمشي، بس يويا ابو قلب طيب بياخدها وبيعمل لها حمام وميه سخنه وبيروق عليها. لونا هي كمان اتصدمت من مهاراته وقالت له تعالى اتدرب معايا في الغابه، انا هحتاج مساعدتك. الواد طبعا ما كانش عاوز يشغل دماغه بيها، بس قال علشان ما يحصلهاش حاجه تاني او حاجه كده لوجه الله. وفعلا بيروح معاها وبيبداوا يتدربوا. الاتنين طاقتهم بتزيد وخاصه لونا، والبنت هي كمان شكلها وقعت في حبه واتعلقت بيه على الاخر. بعد كام يوم بقى حان اخيرا موعد رحله المدرسه، وعلشان كده الواد بيعتذر منها علشان لازم يسيبها ويرجع على بيته. لونا بقى كانت زعلانه عاوزه تتدرب معاها اكتر وتقرب منه اكتر، بس خلاص دي النهايه يا باشا. بتودعه بكل رقه وهو كمان ودعها. الدنيا تمام التمام. رجع على المدرسه فعلا وركب هو واصحابه الباص واتجهوا الى مكان التخييم. وصلوا فعلا على هناك والمدرسه اخدتهم على الصاله علشان تعرفهم ايه المطلوب منهم. قالت لهم بصوا بقى، احنا هنا في حته مليانه جبال واشجار والدنيا رايقه. التخييم هيكون مدته 3 ايام بلياليها، هتقعدوا فيها بعيد عن المدرسه من غير اي اكل او لعبه او اي حاجه، ولازم تتعلموا ازاي تعتمدوا على نفسكم وتصطادوا الاكل بتاعكم من بره. العيال كلها ما كانش عاجبها الوضع ده وقالوا لا احنا مش هنعرف، وبعدين يعني ممكن نجيب مكونات سامه وتقتلنا ويحصل لنا حاجه. المدرسه قالت لهم ما تقلقوش، لو حصل لكم اي حاجه فالدكتوره بتاعتنا هتعالجكم، والمكونات بتاعتكم هتتعرض علينا برضه وهنعرف اي مكون ضر فيها وهنشيله. انتم بس عليكم تجتهدوا وتظبطوا الدنيا. العيال قالت لها تمام وخرجوا علشان يخيموا. فريق يويا بقى كان فيه ال4 دول وبيقسموا المهمات عليهم. كان زاكي والاصفر ده هيعملوا الخيمه، ويويا وكايدي هيروحوا يجيبوا لهم شويه سمك. ووصلوا على البحيره اللي هيصطادوا فيها فعلا، ولكن كان الكل فكر زيهم مفيش مكان يصطادوا فيه اصلا. كايدي بقى قالت له خلاص يا عم مش مشكله السمك، تعال ندور على اي حاجه تانية ناكلها. تخيل بقى ان في حاجه طاف قدامي بقى مشكله يا صديقي. لا والله، الواد بيستخدم قوته وبيحدد مكان مليان بالسمك، بيروح هناك. كايدي مش مصدقه، السمك هنا كتير جدا بس للاسف الميه فيه مش غويطه ومش هنعرف نصطاد بالصناره. يويا قال لها ما تقلقيش، سيب الموضوع ده عليا. بيشمر هدومه بينزل وسط الميه، بيبدا يركز قوته. بيقول السمك زي اي كائن حي عنده طريقه في الهروب، اول لما يخاف منه يهرب هحدد طريقه وامسكه في ثواني. السمك بيهرب من يويا فعلا وهوبا جابها في ايده. ده ايه العظمه ديت؟ السمكه في الثانيه في الثالثه الدلو بتاعه اتملى. العيال مش مصدقه، انت ايدك ديت ايه يا ابني؟ ازاي بتلحق تمسكهم كده؟ كايدي هي كمان قالت له كفايه يا عم، سيب شويه سمك لغيرنا. فيويا قال لها تمام
تمام. في نفس الوقت ده بقى كانت لونا موجوده في المكان ده وبتجرب طاقتها، بتكسر كل الدمى دي وبعدها بتبين حقيقتها. بتقول انا قاتله مأجوره، المفروض مشاعري ما تاثرش عليا واخلص على مهمتي. انا فشلت المره الاولى بس مش هفشل تاني، استناني انا جايالك. وشكل النيه مش طيبه يا صديقي. بعد ما يويا بقى بيخلص صياده السمك بيلاقي كنزاكي مقابلاه وفرحانه جدا، على عكس الواد الاصفر ده كان مرمي من التعب كده مش قادر يتحرك. وشكل كنزاكي دي مفتريه على الاخر يا صديقي. المهم يويا بيروح يتفحص حالته وبيعرف ان هو تمام وعلى العال. بياخد بعدها بص على المكونات اللي جمعوها وبيشيل الشوائب واي حاجه فيها سم او حاجه خطيره. بعدها بقى اخيرا بيحين موعد التقييم، وكل الطلاب جابوا حاجات بيعرضوها على المدرسين علشان يشوفوا المكونات بتاعتهم تمام ولا لا. كل الطلاب كانوا جايبين مواد ضاره وبلاوي ومحدش جاب الدرجه الكامله غير طبعا فريق يويا ده. حتى المدرسه كانت مصدومه منهم وقالت لهم كملوا على نفس المنوال ده وانتم هتطلعوا الفريق الاول. بس قولوا لي صحيح، هو مين اللي بيعرف يطبخ فيكم؟ العيال كلها بتقشر على يويا وانت خلاص اتدبست يا معلم. بعدها الواد دخل المطبخ وحرفيا اتحول. ده ايه الحلاوه ديت يا عم انت؟ طباخ مفيش كلام يعني. بيخلص اللي بيعمله اخيرا وبيقول لهم اتفضلوا يلا. العيال اكلت ومحدش عطاله رايه. المدرسه كانت معديه هي كمان واكلت وبرضه ما اتكلمتش زي العيال. هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ ما حد فيكم يقول رايه؟ هو الاكل وحش للدرجه دي؟ ووقتها الكل بيتكلم وبيقولوا له ده ايه الحلاوه ديت؟ ده السمك ده ولا جمبري؟ انت ازاي فنان كده؟ انت مفيش منك. يويا طبعا كان فرحان علشان الاكل عجبهم والدنيا بقت تمام. بعدها الواد بيستغل انهم مش واخدين بالهم وبيروح على البيت بتاعه بسحر الانتقال. بيعمل الاكل لنايتو وبعدها اليوم بيخلص. تاني يوم بقى كان يويا موجود في الغابه مع اصحابه بعد نوم صعب جدا. كان في بعض الخيام مقطوعه والحاجات متكسره ومحدش فاهم حاجه. طبعا العيال فكروا ان في حرامي وما ادلوش اهميه قوي ودخلوا على الغابه. بس فجاه الواد ابو شعر اصفر ده بيشوف الحقيقه. ايوه ده شكل في حيوان مفترس هنا، هنروح في داهيه. يويا لسه ملحقش ياخد باله وبوم الدب ظهر. العيال كلها جرت وزعقت، الكل بيحاول يهرب في كل مكان، بيكسر في كل حاجه قدامه واللي هيشوفه مش هيرحمه. يويا والفرقه بتاعته بتنجح تهرب منه بس الدب برضه مش راحم. بيجي ورا المدرسه وهوب وقعت قدامه. الدب خلاص هياكلها. يويا شافها بيحاول يوقف الدب علشان هي تجري. الدب هو كمان حاول يضربه، ولكن انت متخيل ان الدب هيقدر عليها صديقي؟ لا والله. بوم يويا شقلبه كسر عظمه. ده ازاي ده؟ اكيد في حاجه غلط. المدرسه هي كمان في الوقت ده ما كانتش فاهمه اي حاجه، ولكن شكرت يويا على انقاذها. الدنيا عظمه على الاخر. بعدها شرطه البيئه تيجي وبتربط الدب علشان ما يعملش حاجه وكده الدنيا بقت تمام. بعد فتره بقى يويا بيرجع على البيت وبيدخل على الغابه بيبدا يتدرب فيها. قوته كل شويه بتزيد وشكل ما حدش يقدر عليها صديقي. بالفعل بعد ما بيخلص على الوحوش دي بياخد الجوائز منهم واللي من ضمنهم الخوذه. بيلبسها وبيكمل في الارجاء علشان طاقته تزيد. في الوقت ده يويا بيلاحظ دخول عربيه الاميره ليكسيا. بيقول يا صباح الفل. الجنود بيتعرفوا عليه هو كمان والترحيب بيبدا. بعدها الاميره ليكسيا بتقول له يلا بقى يا عم علشان انت معزوم على القصر بتاعنا. طبعا يويا مش فاهم حاجه وبيقول لها تمام. بس فجاه والكل واقف نايتو بيجري على ليكسيا كده وبيوقعها. بعدها شجره عملاقه بتقع مكان ليكسيا ويويا بيعرف ان نايتو حماها. القائد طبعا والكل مش فاهمين حاجه ومفكرين ان نايتو هو السبب. بس في الوقت ده كانت لونا في الغابه متضايقه علشان الخيط بتاعها ما جابش نتيجه. كانت ماشيه ومروحه وهوبا يويا من وراها ضربها. البنت اترمت في الجدار والقناع بتاعها اتشال. يويا اتعرف عليها استغرب من اللي عملته، ما كانش عارف هيتصرف ازاي معاها. ليكسيا كمان جرت عليه وشافته عندها، عرفت من ملامحه انه عارف البنت ديت. سالته عليها. يويا قال لها دي واحده صاحبتي، انا متاكد ان في حاجه غلط معاها، سيبيني بس اخدها على البيت واعالجها وافهم منها الحوار كله. ليكسيا بتقول له تمام يا عم بس بشرط واحد، انا كمان جايه معاكم ومش هسيبكم لوحدكم. ده ايه الحلاوه ديت يا ست البنات؟ يويا بعدها بيستغرب جدا من طلبها ولكن بينفذه. اخدها على البيت. لونا بقى كانت نايمه تعبانه من الضربه وليكسيا كانت واقفه قدامها. بتقول ليويا بعدها انت ازاي جبتنا هنا بالسرعه دي؟ البوابه اللي انت فتحتها ديت اسطوريه وتشبه النقل الاني. يويا قال لها ده حاجه كده عاديه اتعلمتها على الماشي. ليكسيا اتصدمت قالت له على الماشي ايه يا ابني؟ البوابه ديت اسطوريه ومحدش في العالم بيعرف يستخدمها غيرك، اوعى تعرف حد بيها. الواد طبعا ما بيفهمش حاجه ولكن بيقول لها تحت امرك. بعد شويه بقى لونا بتفوق. كانت عارفه انها بعد محاوله اغتيال الاميره كده كده هتتقتل، مش قادره تتكلم. ليكسيا على عكسها ما كانتش خايفه منها ولا حاجه. قالت لها احكي لي على حكايتك. لونا قالت لها تمام وبدات تحكي فعلا. قالت لهم انا كنت بنت يتيمه الاب والام عايشه حياه المتشردين في الشوارع، ما كنتش بلاقي اكل او شرب وكنت بضطر اسرق علشان بس اعرف اعيش. ولكن في احدى الايام شافني واحد وانا بسرق وعجبته، اخدني وعلمني القراءه والكتابه، كمان علمني الاغتيال، دخلني على نقابه الظلام وقتلت كل المطلوبين مني لحد لما جت مهمه قتل الاميره ليكسيا. وزي ما انتم عارفين الباقي، فشلت دلوقتي وهموت كمان شويه.
شويه، بس عادي عادي كده كده ما حدش هيزعل عليا يعني. في الوقت ده يويا بيزعل لها جامد وبيقول لها انا هزعل بالرغم من اننا قضينا مع بعض وقت صغير جدا، بس انا ارتحت معاكي وبقيتي صديقتي، انا مش هفرح ابدا لو حصل لك حاجه. ليكسيا هي كمان قطعت كلامهم وقالت لهم مين قال لكم انها هتموت اصلا؟ انا الامر والناهي في الموضوع ده، واخترت ان لونا مش هتموت، هتكون الحارسه الشخصيه بتاعتي. حارستي يا ستي، ده انا اللي كنت عاوزه اقتلك من شويه. ليكسيا قالت لها اللي فات مات، خلاص انت هتبقى النهارده حارستي الشخصيه وهتنضم للقصر الملكي، وما تقلقيش يعني نقابه الظلام مش هتعرف توصل لك وهتكوني دايما في امان. لونا في الوقت ده ما كانتش مصدقه الفرصه اللي جات لها، كانت فرحانه جدا علشان هترجع تعيش حياه طبيعيه زي الناس، بس برضه مش مسامحه نفسها على اللي عملته. وعلشان كده ليكسيا بتمسك ايديها بتقول لها ما تقلقيش، انت من النهارده واحده جديده، الماضي بتاعك انسيه، كل اللي جاي بعد كده هيبقى تمام. في نفس الوقت ده كان الحراس بيدوروا على ليكسيا في كل مكان ومش لاقيينها، شكلهم عرة الصراحه، ما علينا يعني. المهم بعد شويه كلام مع البنتين ويويا بيجوعوا، الواد بيعمل لهم اكل والدنيا تمام. لونا بقى كانت حبه يويا بعد الكلمتين اللي قالهم عليها الصبح، وعماله بتمثل بالتعب علشان ياكلها. الواد قلبه طيب طبعا وبياكلها، وليكسيا هي كمان بتتغاظ بتخليه ياكلها بالعافيه برضه، وربنا يرزقنا نص حظ يا صديقي. المهم تاني يوم الحراس بتلاقي ليكسيا، يويا بيفسر لهم كل حاجه، بيتعرفوا على نايتو كمان، والدنيا اخر روقان. بس مين البنت ديت يا يويا؟ ما شفناهاش قبل كده معاك. ليكسيا في الوقت ده بتقول لهم هي مين، والحراس بتترعب منها، بيطلعوا الرماح بتاعتهم وبيقولوا لها خلاص انت هتموتي، اي حد بيهجم على الاميره عقاب الموت. ليكسيا بتزعق لهم وبتقول لهم سيبوها، هي خلاص بقت تبعي، انا عينتها الحارسه الشخصيه ليا. حارستي يا ستي، هتلاقيها بتضحك عليكي علشان تقتلك. ليكسيا قالت له تقتل مين يا عم انت؟ ده احنا كنا نايمين مع بعض امبارح، ولو كانت عاوزه تعمل اي حاجه فكان قدامها بدل الفرصه 100. ونزل سلاحك يلا علشان انا ما بحبش اعيد الكلام. القائد بيسمع كلامها فعلا وبيفكها. بعدها يويا بيعتذر منهم على الازعاج ده وبيقول لهم على مشكله تانية، قال لهم انا للاسف مش فاضي النهارده، مش هعرف اجي معاكم على القصر بسبب ان ورايا بعض الحاجات. القاده وليكسيا اتصدموا منه طبعا، بس قالوا له يا عم مش مشكله، وقت ما تخلص اللي وراك تعالى القصر، احنا مستنيينك هناك. وبعدها سابوه ومشوا. لونا هي كمان كانت ماشيه معاهم ورايحه مع ليكسيا على القصر، بس فجاه البنت بتنزل من على الخيل بتاعها وبتجري على يويا، وهوب احلى مسا عليك يا عم، بتقول له شكرا على كل اللي عملته علشاني، هستناك في القصر. وبعدها بتسيبه وبترجع. الواد طبعا ما فهمش اللي حصل ولكن قال ما علينا. بعدها بقى مشى وراح على الغابه في الوقت ده علشان يستحمى ويغير، وقابل الكائن ده هناك. ايه يا عم اللي دخلك الحمام بتاعي؟ الكائن بيضحك عليه وبيتمسكن كده قدامه. يويا بيقول بقى ما بدهاش وبيروضه، بيسميه اكاتسوكي، الدنيا اخر حلاوه. بعدها الواد بيرجع المدرسه وبيلحقهم في اخر لحظه. المدرسه اللي كانت واقفه عليهم بتشرح لهم اللي المفروض يعملوه، واللي هو حصه التربيه البدنيه. كانت النهارده بقى عباره عن كره قدم، ويويا هو اللي هيقف جون وهيكون الحارس بتاع الفريق ده. كان الكل بقى مفكره عيل ضعيف وهيجيبوا فيه جوان بكل سهوله، بس على مين؟ ده انا يويا المتين بيصد كل الهجمات عليه، وهوب بحدفه منه بيرشوها في الجون التاني. هو ده بيتحسب ولا ايه؟ طبعا الكل بيتصدم من قوته، ولكن لسه اللي جاي احلى، فاستنى بقى الجزء الجديد يا صديقي، ويلا يا عم احلى سلام.